مساء السعادة. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وكل اللي بيعمل لي لايك، وكل اللي بيكتب لي تعليق. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم يا رب، وربنا ان شاء الله يديكم ويديني ويدي كل من كان، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بيتزا المكرونه. زي ما انتوا شايفين، تمشي معاكي عشاء، تمشي معاكي تسالي، هي حاجه كده بجد تحفه. بس قبل ما ابدا الفيديو، اللي ما حطش لايك يحط لي لايك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنبدا ازاي. اول حاجه معايا هنا كيس مكرونه هسلقه، بس هسلقه كده لمده 4 دقايق 5 دقايق مش اكتر ولا اقل. ومعايا هنا شويه جبنات كده، موتزاريلا وجبنه شيدر، جبنه تركي، اللي انت حابه تعملي بيها اعملي بيها، وشويه زيتون كده وشويه كاتشب، وهي دي مقاديرنا. معايا هنا عصيان الشيش طاووق، هدخل فيها كده المكرونه زي ما انتوا شايفين. طريقه بسيطه جدا وسهله، بس بجد طعمها تحفه، بجد طريقتها بسيطه بتفرحي بيها ولادك. بما ان ولادك خلصوا امتحانات بقى، فرحيهم واعملي لهم تسالي كده، حاجه كده يقعدوا كده ياكلوا فيها، بجد بتبقى طعمها جميل جدا جدا. هنا بوريكم مالك وهو بيعمل زي بسم الله ما شاء الله عليه، الله اكبر، زي ما انا ما بعمل هو بيعمل. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ وهنا شايفين شكلها قد ايه شيك وجميله جدا جدا. عايزه اقول لكم ان الولاد بيفرحوا بيها قوي قوي، طعمها بجد بيتزا، يعني طعمها تحفه بجد. هنا خلاص كده بعد ما رصيتها في قلب الصاج، هحط عليها كاتشب بالمنظر ده. طريقه بسيطه وسهله، وبجد طعمها بيبقى تحفه. عندك بقى كده فلفل كوبي الوان، عندك اخضر، بس حطي كده على وش البيتزا او المكرونه زي ما انا بحط كده بالمنظر ده. عندك بقى اي نوع جبنات حطيه مفيش مشكله، مش لازم تكون موتزاريلا وتركي وشيدر وكلام ده، لا حطي حتى لو نوع واحد من الجبنه مفيش مشكله خالص على الوش كده. وهترصي كده الجبنه بالمنظر ده، شويه زيتون على الوش كده وشويه جبنه تركي، ودخليها الفرن على درجه حراره 180 يا دوبك تلاقيها بس من تحت كده تبدا ان هي تاخد لون بسيط. ولعي الشوايه وهتطلعي احلى بيتزا، مش هتاخد معاكي 10 دقايق، هتكون بجد ما شاء الله اللهم بارك جميله جدا جدا. هتكون طعمها تحفه وشكلها كمان جميله جدا جدا زي ما انتم شايفين. شايفين منظرها عامل ازاي؟ بجد تحفه جدا، والطريقه بسيطه وسهله. وعملنا عشوه خفيفه، عايزه تزودي بدل الكيس 2 أو 3 براحتك انتي. ما شاء الله اللهم بارك، الكيس عطانا كميه حلوه جدا جدا. شوفوا شكلها ما شاء الله جميل جدا جدا. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ بجد تحفه بامانه، جميله جدا جدا زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك كده ما شاء الله، عامله زي البيتزا بس بيتزا فيها مكرونه، بجد طعمها خطير زي ما انتوا شايفين. طريقتنا النهارده سهله جدا وبسيطه. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.